هعمل معاكم النهاردة الحجازية الاسكندراني بأحلى وأسهل طريقة، وهتطلع معاكم ناجحة بإذن الله من أول مرة وبكل بساطة وسهولة. يلا نشوف عملناها ازاي. ونبدأ أول حاجة، معانا كوباية إلا ربع مية، وعليها ضفت معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة فورية، وهقلبهم كويس واسيب الخميرة تتفاعل. ونجهز بقى المواد الجافة. معانا كوبايتين دقيق، وطبعا الدقيق منخول، وعليهم كوبايتين سميد، ونص كوباية سكر، ورشة ملح أو ربع معلقة صغيرة ملح. وهقلب كده المكونات الجافة كويس قوي مع بعض. وبعد كده بقى هكون محضرة كوباية من السمنة على زيت، يعني نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت. ونبدأ نبسهم كده كويس قوي مع بعض ونقلبهم لحد ما يبقوا شبه الرملة المبلولة كده. تمام. وبعد كده هنجيب بقى كوباية الخميرة اللي حضرناها مع بعض، وبصوا الخميرة تفاعلت ومية مية. نعجن بقى، والعجينة دي ما بتتعجنش كتير، يا دوبك كده بنلم العجينة. وكمان زودت ربع كوباية مية، يبقى كده هي أخدت كوباية كاملة من المية الدافية، والعجينة بتاعتها بتكون طرية. تمام، بس كده خلاص، مش هنعجن فيها كتير، هنغطيها بس ونسيبها تستريح لحد ما نحضر الحشوة الجميلة بتاعتنا. وللحشوة معانا كوباية سميد، وعليها كوباية سكر، ومعلقة كبيرة قرفة، ومعلقة كبيرة كاكاو. واللي بيحب القرفة زيادة يزود، مفيش أي مشكلة. وهنقلبهم كويس قوي كده. وبعد كده هزود 3 معالق كبار برضو من المية العادية جدا، ونبدأ بقى نقلبهم كويس قوي. يا دوبك ما بنزودش مية، يعني ايه، هو 3 معالق أو 4 معالق كده، ونقلبهم لحد ما يبقوا بالشكل ده. وعلى طول نحضر الصينية اللي هنعمل فيها الحجازية بتاعتنا. جبت كيس تلاجة، فتحته وفرشته كده في الصينية، وكمان ممكن تستخدمي ورق زبدة، وطبعا ورق الزبدة أفضل. وهنجيب العجينة كده، هاخد منها نصها بالظبط. تمام، ونبدأ كده نفرده في الكيس. تمام. وبعد كده هرفع كده الكيس من الصينية، وهجيب الجزء التاني من العجينة هنزل بيه بقى في الصينية، وهبدأ بقى أفرده كويس قوي بالشكل ده، ويكون كله سمك واحد بالطريقة دي. وانتي بتفردي كده اعملي سور كده بالعجينة علشان الحشوة ما تخرجش بره. ونجيب بقى الحشوة اللي جهزناها مع بعض، هضيفها كده كلها، وهتبدأي بقى تفرديها بالراحة خالص وبشويش بالشكل ده، وتفرديها كده كلها تبقى سمك واحد. وبكل بساطة بسهولة خلاص فردناها وسويناها كويس قوي. نجيب بقى الجزء اللي فردناه على الكيسة ونحطه كده بالراحة. وطبعا الأفضل إن احنا نستخدم ورق زبدة مش كيس، لكن مفيش أي مشكلة، حصل خير. هبدأ كده بالعجينة أظبط الحروف وأسويها. والأفضل يا حلوين إن انتوا تحطوا الجزء اللي فردناه على الكيسة في التلاجة شوية، لكن أنا الصراحة كنت مستعجلة. بس عادي جدا، مفيش أي مشكلة. نبدأ بقى نقطعها بالشكل ده على شكل سمبوكسات كده. وصلوا على النبي يا حلوين. وممكن تقطعيها طبعا على شكل مربعات، مفيش أي مشكلة، زي ما تحبي. أهم حاجة تقطعيها كده بالراحة خالص وبشويش، وتسيبيها بقى تخمر حوالي ربع ساعة. وما تنسيش تغطيها طبعا. وكده شكلها بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله. بدخلها بقى على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. وأول ما تاخد لون من تحت كده بشغلها الشواية على الهادي خالص علشان برضو تاخد اللون الجميل ده. وبس كده بتخرجيها وبألف هنا وشفا. بجد طعمها دايب دوب كده، وريحتها خطيرة وملت البيت كله. لو عجبتكم اعملوا لي لايك ومتابعة، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.